أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا وقناتكم ممنوع من العرض، سواء كانت أفلام عربية أو غير عربية، لأن هنخش في حاجات كتير جدا بعد كده بإذن الله. المهم نخش في فيلم النهاردة. فيلم فيلم اليوم بطولة محمود ياسين، نور الشريف وميرفت أمين، مع سبق الإصرار. فيلم جميل جدا يعني، بتدور احداثه حول محمود ياسين وكيل نيابه وواخد وضعه في المجتمع يعني، وزوجته ميرفت امين. لكن بالماضي بيظهر له، بيجي له في شخصيه او يتقمصه نور الشريف، واللي جاي يقول له ان انت خنتني، وان انت مع مراتي وليك بنت، والبنت دي مش بنتي انا، لان انا عملت تحاليل وطلعت عقيم، والبنت دي بنتك انت، وانت المسؤول عنها. طبعا محمود ياسين مش هيصدق الكلام ده، انت عبيط، انت مش عارف ايه. ويبدا يبدا يسال على البنت، تاريخ الميلاد والشخصيه. هل نور الشريف هيكتفي بكده؟ لا، ده بالعكس، ده هيروح لميرفت امين ويعرفها بان جوزها نام مع مراته في الحرام. شخصيه غريبه جدا 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 نور الشريف في الفيلم ده، هي الشخصيه المعقده اللي انتوا شايفينها دي، وقد بوع فيها يعني. آه، وقعد يلف، لانه لف على ناس كتير جدا جدا من اصدقائه عشان يعرف مين اللي نام مع مراته فعلا يعني. يعني هيتاكد في النهايه ان هو محمود ياسين. هل محمود ياسين هيقدر ان هو يسيبها له، ولا ميرفت امين هتاخدها تتبناها؟ آه، شوفوا الفيلم واحكموا انتوا عليه. انا شايف ان الفيلم بصراحه ما فيهوش اي موانع لحجب العرض، او انه يتعرض بالدقاره اللي فيها يعني. يعني ده في يعني فين وفين عم تشوف فيلم ده؟ ليه؟ مش عارف. إيه؟ لا، ما فيش نواحي سياسية، ولا في نواحي دينية، ولا في أي ناحية تانية خالص يعني. مش لكن برضه الشخص أو المجموعة اللي معاه الأفلام، هياها، اللي يعني اللي دومغت الدنيا عندنا هنا، وملت الفيسبوك والسوشيال ميديا بالأفلام القديمة اللي كانت ممنوعة من العرض، او كانوا مخبيينها لسبب ما. ايه هو السبب؟ الله اعلم. لازم تشوفوا الفيلم كويس جدا. ما تأمنش لحد. وحافظ على عاداتك وتقاليدك القديمة، وأرجو أن ينال إعجابكم، لأن الفيلم فعلا فعلا يستاهل، والله فعلا يستاهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.